احنا فرحانين قوي بتواصلكم ورسائلكم، ومبسوطين انه نصايحنا ووصفاتنا الصحيه خلتكم تختاروا نظام حياه صحي وسليم. في ناس كتير بتحب تفطر حاجه مسكره عشان ده بيحسسها انها عندها طاقه طول اليوم. المهم لما تيجوا تفطروا حاجه مسكره حاولوا ضيفوا عليها حاجه صحيه. احنا النهارده هنعمل بانكيك بالتفاح والعسل والقرفه. هنسيح الزبده ونضيف عليها التفاح ونقلبهم شويه. هنضيف رشه قرفه. التفاح والقرفه بقوا جاهزين. دلوقتي هنعمل خلطه البانكيك اللي هي عباره عن كوبايه دقيق ومعلقه كربونات الصودا ومعلقه فانيليا وبيضه واحده. نضيف كوبايه من اللبن. هنختار هنا لبن نص دسم او خالي الدسم، وهنخلط كل المكونات مع بعض. يا ريت تجربوا وصفه بانكيك من اختياركم انتوا، وتحطوا لها الاضافه اللي انتوا بتحبوها، وتبعتوا لنا الوصفه على الفيسبوك او على الانستغرام وتحطوا هاشتاج اخترت صحتي. كده خليط البانكيك بقى جاهز. واضيف مغرفه خليط البانكيك. زي ما قلنا يبتدي الهواء يطلع على السطح، لونها بقى حلو جدا، جاهزه تتقلب. البانكيك بقت جاهزه عندي. كل اللي هعمله اني هغرفها في طبق وهضيف عليها خلطه التفاح في القرفه، وهنضيف اخيرا العسل. واحنا كده هنبقى خدنا الحاجه المسكره على الفطار، بس خليناها صحيه ولذيذه بالهنا والشفا. البطاطس ممكن تتعمل ب100 طريقه، المهم انه نحاول نتجنب ناكلها مقليه. انا النهارده هعمل لكم بطاطس مشويه بزيت الزيتون والثوم والروزماري. انا سلقت البطاطس وحضرتها وخليتها بقشرها. كل اللي هعمله اني هاخد البطاطس هضربها ضربه خفيفه بايدي، مش ههرسها، انا مجرد هضربها ضربه خفيفه بايدي واحطها في الصينيه. هضغط عليها، مش ههرسها للاخر. احنا كده خلصنا. ودي التتبيله اللي انا حضرتها بدري، عباره عن ثوم وزيت زيتون وروزماري. هاخد معلقه من التتبيله واحطها على البطاطس، وبكده بقت البطاطس جاهزه انها تخش الفرن. وبكده طبق البطاطس المشويه الخفيف والصحي بقى جاهز. ممكن ناخد قطعه او قطعتين من البطاطس كوجبه خفيفه خلال النهار، او ناخده كطبق جانبي جنب طبق رئيسي، وبالهنا والشفا. زي ما قلنا قبل كده انه في اكلات بنحبها وتربينا عليها بس ممكن تبقى سعراتها الحراريه عاليه. النهارده هنعمل اكله كلنا بنحبها، مكرونه بالبشاميل، بس هنحاول نغير فيها حاجات تخليها سعرات حراريه اقل وصحيه اكتر. اول حاجه هنعملها انه هنعمل البشاميل بلبن نص دسم او خالي الدسم حسب ما بنفضل، وهنستخدم خلطه البشاميل من ماجي. كل اللي هنعمله انه هنحط لتر ونص لبن، هنضيف خلطه البشاميل من ماجي، هنحرك وهنسيبها على نار هاديه ونحركها كل شويه. هناخد اللحمه اللي اتكلمنا قبل كده انه عملناها بالبصل وزيت الزيتون والملح والفلفل والقرفه ومعلقه صلصه وحبه طماطم متقطعه، جزره مبشوره، مشروم متقطع صغير جدا، حبايتين ل3 حبات مشروم، وكوسايه مبشوره. يا ريت تشاركونا بوصفاتكم وتعليقاتكم على الفيسبوك وعلى الانستجرام، وما تنسوش تحطوا هاشتاج اخترت صحتي. اللحمه جاهزه تقريبا، البشاميل كده بقى جاهز. هنحط طبقه من المكرونه تحت، وهنضيف عليها شويه من صلصه البشاميل، هنحركها كويس. اللحمه المفرومه، هناخد كمان طبقه من المكرونه، وهنضيف البشاميل على الوش. زي ما انتم شايفين احنا ما حطيناش غير معلقه زيت زيتون في اللحمه بس. هناخد موتزاريلا قليله الدسم ونرشها على الوش.
كده الطبق بقى جاهز انه يخش الفرن. هنحطه لمده 20 ل 30 دقيقه لحد ما الجبنه تسيح، وبعدين نحمرها من فوق. احنا كده بقت المكرونه جاهزه. هنعمل دلوقتي عشاء لذيذ وخفيف وسريع. كل اللي هنعمله انه هناخد لبنه قليله الدسم، وهنضيف عليها طماطمايه متقطعه صغير وشويه زعتر اخضر، ونخلطهم كويس ونغرفهم في طبق. هنحط شويه زيت زيتون، وهنزين بالزعتر الاخضر، وبكده هيبقى عندنا طبق عشاء سريع ولذيذ ممكن ناكله جنب عيش شامي اسمر. التمر مصدر مهم للطاقه والسكريات الطبيعيه، ولو ضفنا عليه شوفان ومكسرات هيبقى عندنا وجبه صحيه ومتكامله. انا هعمل لكم النهارده كرات التمر بشوفان وعين الجمل. هناخد كوبايه واحده من عين الجمل، هضيف عليها كوبايه واحده من التمر واضربها مع عين الجمل. هنحطهم في البولة، وهنضيف عليهم برضو كوباية من الشوفان. هنعجنهم مع بعض. خلطنا كل المكونات مع بعض وبقت جاهزة انه نشكلها على شكل كور. هنعملها كور صغيرة وبكده بقى عندنا وجبة خفيفة من التمر مليانة بالألياف والسكريات الطبيعية، وممكن تمدنا بالطاقة لو خدناها قبل التمرين. بخطوات بسيطة وسهلة هنقدر نوصل للهدف الأكبر، وهو صحة أفضل. خليكم متواصلين معنا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى الانستجرام على هاشتاج اخترت صحتي، وعرفونا ازاي انتوا كمان اخترتوا صحتكم.